إذا حسيت بيوم من الأيام إنه أنت مانك عارف شو بدك تعمل بحياتك، وإنه أكيد الناس الناجحين عندهم خطة كتير كبيرة، وإنه أكيد كان الطريق مختلف عن طريقي، فأنا ما عارفة شو بدي أعمل أصلا، خليني أخبرك هاي المعلومة. الناس الناجحين ما بيعرفوا أساسا طريق كامل، ولا كان عندهم تصور إنه ممكن إنه حتى لو كان عندهم إيمان هن ما عندهم الخطوات، هن ما عارفين. هذا الشيء موجود بعلم الغيب، هذا الشيء الله سبحانه وتعالى فقط بيعرفه. حتى الناس الناجحين لما بدأوا كان في عندهم هي الحيرة، كان في عندهم هذا التخبط طبيعي، هن بلشوا وأخذوا خطوة والله سبحانه وتعالى بيسر. الحياة ببساطة ما فيها هي الخطة الواضحة وإنك تمشي الجدول وإلى آخره. أوكي نحن بنسعى نجتهد، لكن عادي يطلع شيء أنا ما بعرفه، وإنه أنا ما لازم أكون راسم الطريق كامل قبل ما أبدأ. ما في شيء بهي الحياة مضمون 100%. في شيء اسمه أنا بسعى وعلي السعي، والله سبحانه وتعالى مسؤول عن النتيجة. فالحياة ما تعتبر شيء واضح ومضمون، هي رحلة عم تكتشف فيها نفسك وتزكي حالك، وتنتقل من نسخة لنسخة لحتى توصل للأفضل نسخة من نفسك، تحسن تحقق النفع في الأرض. المهم أنك تحافظ على السعي، تحافظ على الهمة، تحافظ على أنك حابب تجدد النوايا وترجع تبدأ من جديد. ببساطة كل واحد فينا بحاجة يسمع هذا الكلام، ففيك هلأ ترسل هذا الفيديو لشخص بحاجة يسمع هذا الحكي عن جد. ابدأ حتى لو أنت مو عارفان، ابدأ بالخطوات المتاحة وابدأ من اليوم. لو حابب ساعدك بمسيرتك أو بمشروعك أو فكرتك، ففيك تحجز استشارة عن طريق الخاص. كل التوفيق.